منِّك أو ما بيطلعش ناجح ومضبوط حتى بعد محاولات كتير، يبقى الفيديو ده علشانِك. هاقول لِك بقى أنجح وأضبط طريقة تعملي بيها الجلاش المحشي بالكنافة، حلو كده حلاوة ما حصلتش، أحلى مليون مرة من اللي بنشتريه جاهز. هيطلع معاكِ كده مقرمش من برّه وطري من جوّه وواخد لون حلو أوي، من غير ما تدهني بقى ورقة، ورقة وتفردي كل ورقة بالزبدة والسمنة وتقعدي تقطّعي، لأ، إحنا هنعمله في خطوة واحدة بس. ما تنسيش بس يا حلوة كده قبل ما نكمل الفيديو مع بعض تعملي لايك وشير وكومنت لطيف حلو كده علشان دعمكم بيفرق كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علشان بقى نعمل الجلاش الحلو بتاعنا ده كده هنحتاج الأول لكوبايتين من السكر، عليهم كوباية وربع من المية. هنحتاج لهم يا إما رشة صغيرة على طرف المعلقة من ملح الليمون، أو نص عصير نص ليمونة ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. عايزة قول أقول يا سيدي اللي انت لكم عايزه. الشربات ده هيبقى سهل كده وسريع معاكم، مش هياخد وقت. هنرفعه على النار بعد الغليان، هنحسب له بالظبط 5 دقايق وهنطفي عليه. عندي هنا ربع كيلو من الكنافة، شوحته في الزيت أو حمرته كده مع 3 معالق من السمنة على الزيت. يعني عملت ميكس كده خليط وشوحتهم فيه. أنا مش عايزاها تتحمر بشكل كامل، لأ، أنا عايزة تشويحة بسيطة يا دوب تدبل وتبدأ تاخد لون. خلطت معاها بقى شوية من المكسرات وشوية من جوز الهند، وكده بقت حشوة الكنافة بتاعتنا جاهزة. هنا بقى بجيب كل ورقة من الجلاش وبطبقها لجزئين، يعني بعمل الورقة نصين وبعدين بحط الحشوة بتاعتي وبلف. ركزوا هنا كويس قوي بقى، مش هندهن الورقة ولا أي حاجة، يا دوب هنمسك الورقة بنطبق الورقة نصين ونرجع نحط بقى الحشوة بتاعتنا. في الخطوة دي يعني بتاخد مثلا ورقة الجلاش الواحدة تاخد تقريبا 4 معالق من الكنافة. يعني املوها كده حشوة علشان ما تبقاش يعني فاضية من جوه، لا، خلوا كل واحدة حلو قوي. ربع كيلو كنافة هيكون معاكم كمية كويسة جدا على باكة الجلاش اللي هي بتبقى نص كيلو دي، تقريبا 500 جرام يعني، هتطلع معاكم حلو قوي. هبتدي بقى كده ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين، ولحد هنا انا ما حطيتش اي ماده دهنيه ولا بقى تعبنا نفسنا ولا اي حاجه. المساله سهله، يا دوب هنطبق ونلف. عايزه بقى في الخطوه دي تكونوا مجهزين الفرن وبيسخن. هنا هنعمل كوبايه من الماده السائله. يعني ايه؟ يعني انا هنا عامله نصها زبده ونصها سمنه، مع شويه كده معلقتين تقريبا من الزيت او حاجه. انتوا تقدروا تحطوا كوبايه كامله زيت او كوبايه كامله زبده او كوبايه كامله سمنه، الماده السائله المتوفره عندكم استعملوه. الميكس هيديكم نتيجه حلوه قوي وممتازه. هنبتدي بقى كده نوزع. المفروض هنوزع كوبايه الا ربع تقريبا، او يعني هنشيل 3 معالق كبار من السمنه على جنب، وهنبدا بعد كده نوزع الطبقه بتاعتنا دي من السمنه على الجلاش بشكل كويس قوي من بره كده. يعني نحاول نوزع على قد ما نقدر بشكل متساوي، بحيث كل قطعة معانا كده تبقى شاربة السمنة. هنشيل ال3 معالق الباقيين دول بقى على جنب وهندخلها الفرن. هتاخد معانا بالظبط ربع ساعة وهتطلع بالحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. ربع ساعة أو تلت ساعة على حسب الفرن بتاعك. أول ما تطلع من الفرن هنحط ال3 معالق من السمنة وهنسقيها بالشربات بتاعنا بعد ما برد. عايزة أقول لكم حلوة قوي. السمنة هتديكم طعم حلو قوي كده وظاهر، وهتديله لمعة لطيفة كده وخفيفة من على الوش، هتبقى حلوة قوي. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش اللايك والشير يا حلوين، وكومنت لطيف زيكم ولو بحرف واحد علشان دعمكم بيفرق كتير. اتمنى تعملوا لايك وشير الفيديو كتير، واتمنى الوصفة تعجبكم. يا رب يا رب كده اكون خفيفة على قلبكم.